السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد على القناة. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير وبصحة ممتازة يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير اللي كيجي بحال الروستوي تماما واحسن من الروستوي اللي كيتباع، كتجي فيه واحد الريحة بحال الروستوي وانتم كتشربوا كتجيكم هذه الريحة هذه ديال روستوي. كذلك اقتصادي وكيخرج لنا كمية كثيرة، واقتصادي كيف ما قلت لكم غير ب 15 درهم تقريبا غادي نخرجوا واحد العصير اللي غادي يخرج لنا 4 لتر او 5 لتر الا بغيتو خفيف شويه. كيجي رائع وكيجي بنين بنين بزاف، ومع هاد الحراره اللي راه كاينه هاد الايام يا ربي تحفظنا، راه كيخصنا غير هكا العواصر باش نبردوا. كتصاوبوا هاد العصير وكديروه هكا في الثلاجه وكتبقاو تشربوا منه، راه كيخرج واحد الكميه اللي كثيره، وكيف ما قلت لكم كتعرفوا شنو راكم دايرين فيه، وكذلك صحي. وبما انه الموسم ديال الخوخ والخوخ متواجد بكثره، فنستغلوا هاد الفرصه هذه ونوجدوا هكا عصير اللي صحي ونقدروا نديروه في الكونجيلاتور هكا ونجبدوه الوقت اللي بغينا ونبقاو نستهلكوه. بقاو معايا تشاهدوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. هنايا عندي واحد نص كيلو نتاع الجزر اولا نص كيلو نتاع الخيزو اللي منقي ومغسول بطبيعه الحال، وعندي واحد الكاس ديال سنيده، وعندي جوج كيسان ديال الياغورت ديال الخوخ اولا بمذاق الخوخ اولا بالمذاق ديال هاد الفواكه الاستوائيه المونغ والاناناس والخوخ. بالنسبه للخوخ هنايا عندي كيلو، كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه كبير وكذلك شاد في راسو هكا. ضروري نغسلوه مزيان بطبيعه الحال، باش هكا غادي نديروه بالعلفه ديالو، ما غاديش نحلوه من الداخل. تاكدوا انه يكون قاصح هكا باش ما يكونش خامج هكا اولا مدود من الداخل، حيت غادي نستعملوه بالقشره ديالو وبالعلفه ديالو. بالنسبه للماء هنايا عندي 2.5 لتر ديال الماء، 2.5 ديال الماء. غادي نجيبوا واحد الطنجره اللي هكا بالمغلاقه اولا طنجره الضغط الا بغيتو تزربوا عليه هكا باش يطيب لكم في الساع. غادي نقطعوا هذيك الجزر اولا هاد الخيزو غادي نقطعوه هكا في هاد الطنجره هذه. صافي هنايا بعد ما قطعت هاد الجزر هذا اللي عندي، غادي نضيف عليه هاد الكميه ديال الخوخ اللي عندي، كيلو ديال الخوخ. كيف ما سبق لي قلت لكم ضروري تغسلوه مزيان هكا من برا من العجاج ومن الغبره، وغادي نديروه بالعلفه ديالو وبالقشره ديالو. غادي نضيفوا عليه هذيك 2.5 لتر ديال الماء، غادي نضيفوها عليه هكا حتى كيتغطى لنا هذاك الخوخ وهذاك الجزر. وغادي نغطيو عليه هاد الطنجره هذه، وغادي نوضعوه فوق البوطه اولا فوق النار، نار عاديه متوسطه، وغادي نحسبوا له ساعه ساعه حتى كيطيب لنا هذاك الخوخ مزيان وكيطيب لنا هذاك الجزر مزيان. عاد كنطفيو عليه. هنايا بعد ما طاب لي هاد الخوخ مع هاد الجزر هذا، فات لي واحد الساعه اللي حسبتها ساعه ديال الطياب. الا درتوه في طنجره الضغط حسبوا له غير 40 دقيقه صافي وطفاو عليه. بالنسبه لهاد الخوخ غادي نقلع له هاد العلفه هذه كيف ما كتشوفوا هكا، نقلعوها هكا غير بشي معلقه هكا. غادي نقلعوا كاع هاد العظومه ديال الخوخ. نتاكدوا اننا قلعنا كاع العظومه باش هكا ما نخسروش المولينيكس اولا الميكسور هكا من تجيو طحنوا. صافي غادي نقلع كاع هاد العلف اللي عندي في هاد الخوخ. هنايا غادي نضيف هذاك الكاس ديال السنيده، نضيفوه وهو سخون باش هذيك السنيده هكا تذوب لنا في هذاك الماء سخون. صافي وغادي نجيبوا واحد الميكسور، انا جبت هذا الميكسور هكا باش غير هنا في هذه الطنجره هذه غادي نطحنوا. الا بغيتوا ديروه في مولينيكس تقدروا ديروه في مولينيكس، غير تسناو عليه حتى يبرد شويه باش ما كيخسر لكمش المولينيكس ديالكم. صافي غادي نطحنوه مزيان. كيف ما قلت لكم غادي نطحنوه مزيان باش ما يبقى لناش هادوك الحبوب ديال الجزر اولا هكا يبقى لنا فيه الخش. ضروري يجيكم هكا ليس هكا من في الملمس ديالو يجي هكا مطحون مزيان. صافي غادي نضيفوا عليه هاد الزوج ديال الياغورت ديال الخوخ، وغادي نعاودوا نميكسيوه مزيان باش ينسجم لنا هذا الياغورت هذا اللي زدناه مع العصير ديالنا. صافي غادي نديروه في واحد الغرف اللي يكون كبير اولا واحد القراعي هكا اللي تقسموه في قراعي وديروه في الثلاجه حتى يبرد مزيان يبرد، عاد يمكن لكم تستهلكوه.
صافي كيف ما قلت لكم غادي نديروه في واحد الغراف هكا اللي غادي نقدروا ندخلوه للثلاجه باش يبرد لنا مزيان. هنايا تقريبا نخرج لي الكميه ديال فايت 4 يطرو. الا بغيتوه يخرج لكم 5 يطرو غادي تضيفوا له واحد نص لتر ديال الماء على هذا العبار اللي عطيت لكم. ولكن الا بغيتوه بهذا القوام هذا اللي هكا كيجي عاقد واحد شويه، اكتفيوا بهذه الكميه اللي عطيتها لكم ديال الماء، راه كيجي زوين وكيجي عاقد وكيجي رائع في القوام ديالو. هنايا بعد ما خرجته من الثلاجه كان برد، جا رائع وجا فيه واحد الريحه ديال الروستوي، وجا عاقد، جا زوين بزاف، وكاع اللي ذاقوا صراحه عجبهم بزاف. كيجي زوين وكيخرج واحد الكميه اللي هي كثيره. مع هاد الحراره ومع هذا الصهد هذا اللي راه كاين في هاد الوقيته، كاين فيه غير هاد العواصر ديروهم هكا في الثلاجه وتبقاو تجبدوا تشربوا منهم. نتمنى الى الاعجاب ديالكم الفيديو، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش البارطاج مع الاحباب ديالكم هكا باش تعم الفائده. واللي ما مشتركاش في القناه تشترك في القناه فضلا وليس امرا. كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات ديالي. وبغيت نشكر الاخت ابتسام اللي الصراحه هي اللي خديت من عندها هذه الوصفه، ورجع عندي هذا العصير ادمان وبغيت نشاركه معكم حتى نتوما هكا باش تستافدوا منه. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي لايك. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.